وعمر سعد رقم 17. بينما الثنائي الهجومي المهاجم الدولي احمد عزام احمد الصعيدي والهدف الاول. هدف اول سريع لفريق النصر. لسه بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، فريق النصر النهارده بقياده الكابتن سيد عيد المدير الفني يبحث عن اول نقاطه في مسابقه الدوري. وادي احمد الصعيدي هو على طول بيستلم تمريره بينيه رائعه من زيزو، بيسددها على طول على شمال محمد نادر ويحرز الهدف اللي مسابقه الدوري. اسلام رمضان بيلعب العرضيه عاليه وهدف التعادل. عرضيه عاليه وهدف التعادل محمود علاء. بقول لحضراتكم لسه انا ما كملتش كلامي. فريق حرس الحدود يهمه النهارده احراز الفوز وتصدر مسابقه الدوري. وادي اهو محمود علاء من ركنيه رائعه. ادي امامنا عدل الكره مره ثانيه. اسلام رمضان بيلعب عرضيه ممتازه بيقابلها على طول بضربه راس محمود علاء في المرمى والهدف الاول وهدف التعادل. وقف يوصل للعجوز. العجوز بينيه في اتجاه زيزو، مفيش اوفسايد، وزيزو زيزو 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 بيعدي لسه والهدف الثاني. هدف ثاني جميل لزيزو. بقول لحضراتكم كوره جميله، هجمه مرتده سريعه لصالح فريق النصر. وادي زيزو بياخد تمريره احمد العجوز وينفرد ويراوغ ويسجل الهدف الثاني. قلنا لحضراتكم في بدايه اللقاء مشاهدينا الكرام مباراه هتبقى عامره بالكفاح والاهداف والنديه. ادي اهو عبد العزيز شعلان زيزو بيستلم الكرة وبيعدي من محمود مبارك وعلى طول على حدود منطقة الجزاء بيسددها بيمناها رائعة. الفوز النهارده هيتصدر برصيد 10 نقاط. تتلعب العرضية عالية من ضربة ركنية وادي الهدف الثاني. هدف الثاني وهدف التعادل لديفونيه. بقول لحضراتكم فريق حرس الحدود يهمه العودة للقاء سريعا. وادي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الثاني. اهو عرضيه من ضربه ركنيه بيقابلها ديفونيه بضربه راس على يمين عصام ثروت والهدف الثاني لفريق حرس الحدود وهدف التعادل. لسه بقول لحضرتك